والله انا مش عارف بيكتبوا لي ايه في المنيو، يعني تحسوا لازم اينشتاين عشان يجي يفسر المنيو ده ايه فيه يا جدعان بس. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه بيتزا جيده، بيتزا رائعه، فمش لك والاشتراك ولا من الضغط. طبعا فككم من العنوان ده، يعني انا مش عارف اللعبه كده اسمها كده فعلا ولا ايه، بس هي بيتزا يعني. تمام خلاص 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 خلاص. مش عارف هنقرا الحاجات دي ولا لا، بس اعتقد لا يعني. ماشي. ازرع. بيتزا كلها من النبات من فضلك، شريحتين نصفين فقط. ماشي. بيتزا كلها نبات، يبقى نحط بقى النبات كله بقى، مشروم بقى وزيتون. بصل بيتحط كده؟ لا، البصل لسه بيتحط زي ما هو. البصل ده معفن اقسم بالله. بتنجان كمان. ظبطنا احنا الدنيا كده. حلو. بيتزا فيها كل المكونات ما عدا اللحوم يا شباب، ما حطيناش لحمة. نصين. تمام. كل الترابيزة كانت عجبتني، أكيد لازم تعجبك طبعا. تمام. خد. حي يمكنني الحصول على بيتزاتان بالأشياء كبيرة من الطاقة النورية. أجعل التفاصيل كلها داكنات. ايه ده؟ ثانية. أشياء كبيرة من الطماطم. ايه ده؟ هو مجابش سيد أي مكون يا شباب، أي مكون. تمام. ماشي. مجابش سيد أي مكون خالص. بس حساب بالزيتون من أشياء كبيرة من الطماطم، أجعل الأطرافات طماطم بس يعني، بس أكيد هو عايز جبن فهحط له جبنة معاهم. ف وعايز أطرافها تكون محمصة تقريبا كده. أيوة كده. ماشي. كويس. ماشي. حلو. اعتقد ان ده اللي انت عايزه. هيقول لي لا بلاش جبنة، باذنجان غير كافي. يا عم انت ما قلتليش يا عم. لقد سمعت عن وضع الجبن والمارينارا على البتنجان، ليس العكس. بتنجان وجبنة يعني. وريني يا معلم، ايه يا جدعان، انتوا بتعملوا لي مسألة في حرام عليكم. ما قلت لكم اللعبة دي مصرية هتشلني، انا عارف انا ماشي كمان زي الفل كده. ماشي. بس حطينا كده. حط زيادة. ماشي. عايز ايه؟ جبنة بس كده يا عم. حلو يعني. ممتاز يا شباب زي الفل. يخرب بيت الفرن، يخرب مسرع الفرن ده، احنا لازم ندفع له. تمام. دي الحاجة الرئيسية اللي في اللعبة، لازم ندفع لها يا جدعان اقسم بالله. تمام زي الفل. وريني. هسيب بيتزا مثل الورود حبيبي. تمام. اصنع ايه بيتزا لا تقدر الا بتنجان محمصة. تمام. بتنجان. ماشي. حط واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. ماشي. كويس اوي يا شباب، يعني الدنيا كده مظبوطة معانا. احط كده بتنجان عشوائي تاني. بس يعني حلو، محمصة عايزها مرتين في الفرن، فالدنيا ايزي يعني. حلو يلا بينا. بس. حلو. قطعها. ماشي. حط كده طبعا يا شباب، احنا بنلعب جيبين يعني في الحلقة، فالدنيا ايزي. لابد ان تكون مشاهدة، لان هذه البيتزا التي صنعتها قد اعدت. ماشي زي الفل. بيتزا حلوة. هحتاج بيتزاتين بالبيبروني لكن واحدة بالمشروم. اتنين بالبيبروني لكن واحدة بالمشروم. ازاي يعني؟ ماشي. اتنين بيبروني. ماشي. الاتنين بيبروني. ماشي. لكن واحدة عليها مشروم. كويس. انا كده عملت لك الطلب بالظبط يا معلم. كويس. طلع كده البيتزا دي. حطها. هو قال لي محمصة؟ لا. تمام. كويس زي الفل. بيتزا تار. اتمنى الا تنتهي هذه البيتزا حبيبي. بس. هل يمكن الحصول على هذا البصل اللذيذ أيضا ببروني؟ يصدق من فضلك دورها في الفرن مرتين من فضلك.
ماشي تمام. بصل ببروني وصدق. ماشي كويس. بصل فين؟ البصل اهو. ماشي ماشي بصل اهو، ببروني، صدق. بس حلو اوي كده، حطيت لها المكونات اللي هي عايزاها. تمام حلو اوي، عاش. تمام حلو، يعني نايس النهارده. بيتزا جيدة، نعم بالفعل. تمام زي الفل كده يا شباب، عجبتها البيتزا رسميا. مرحبا، لا اريد بيتزا ببروني. تمام كويس، يعني اي حاجة غير الببروني. فنديها صدق، ونص مشروم هنا، ونص زيتون هنا، وبتنجان هنا وهنا 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 هنا، بس كده. ونحط لها زيتون هنا بس، ونحط لها بصل هنا وهنا وهنا بس. انا حطيت لها كل حاجه ما عدا البيبروني. اقسم بالله البيتزا دي روعه بالنسبه لها هي يعني. لكن بالنسبه لي انا البيتزا مش روعه خالص. البتنجان لا معلم. تمام حلو. خمن انا السكر تساوي وحده الى البيتزا. يا عم انت قلت بقاش بيبروني. انا متحمس لتجربة هذا المكون الجديد الذي سمعت عنه، واحتاج الى شرائح اكبر. قطع المكون الجديد اللي سمعت عنه، بتنجان. طب لازم تلمحوا انتوا كده يعني. ماشي ماشي كويس. وعايز ايه معاه؟ بس كده. بس وعايز خلاص، بس خلاص بقى بتنجان بقى، خلاص يا حبيبي. تمام كويس. بيتزا ايه ده؟ 4 بس، هو قال لي كده فعلا. تمام زي الفل. ماشي. لم أكل بيتزا بهذا الجمال من قبل. حلو، أخيرا يعني زبون جالنا محترم كده. قفلنا شباب. فجيم تاني، يلا يلا بسرعة بس. يلا ورينا بنكسب كام كام كام. ماشي. ضع البيتزا المطبوخة مرة أخرى في الفرن لتجعلها مستوية أكتر. ماشي. فلفل حلو، زي ما توقعت فلفل. جالي الفلفل يا شباب. فأعتقد كده احنا فتحنا كله. لتنز... ليطيف البتنجان البيتزا تكون في تنظيم مساعد البتنجان. تمام زي الفل كده. يعني الحاجات دي كلها بتفيدنا يا شباب. فازاي نطلع؟ اعتقد ماشي حلو. ده حاجة الاصلاحات. ماشي الدنيا هنا زي الفل. رجوع. اعتقد كده خلاص، كده خلاص يا شباب. اليوم التالي خلاص يا ستي بقى. ماشي. بدأنا بسرعة الحمد لله. ماشي. فقط البصل على ذلك إذا استطعت، لا شيء آخر. ضعها في الفرن مرتين. بصل في الفرن مرتين. حبيب قلبي، صلصة، جبنة، بصل. البصل لغاية دلوقتي مفيش مساعد ليه. ايه كمان مرتين؟ هي قالت حاجة مرتين. هيحطوا مرتين في الفرن. فزي الفل يا شباب. يلا يا عم. طيب يا حبيبي، يلا حبيبي يلا. ماشي يا شباب يعني. ماشي كويس. احنا عايزين النهارده ما نغلطش في اليوم خالص خالص. ما نغلطش خالص في اليوم لان خطأ. ده يا ود، ايه ده؟ احنا غلطنا في اول واحدة يا جدعان. لقد سمعت عن وضع الجبن بتنجان. ماشي جبنة وبتنجان. هيقول لي اين الصلصة لو ما حطيتش جبنة وبتنجان. البتنجان بقى بيتحط لوحده اهو. كويس. فاضل البصل والفلفل. فنايس حلو. بس اعتقد هتعجبك. واو واو حقا. تمام زي الفل كده. عجبتها يا شباب. القطط لا تطلب الفلفل الحلو والمشروم بفهمتها سأحتاج شرائح القطط لا تطلب الفلفل والمشروم. يبقى هديله فلفل ومشروم. أنا اعتقد يعني فلفل. ماشي. فلفل ومشروم. بس اعتقد يا شباب البيتزا دي مناسبة ليه يعني. لان هو بيقول لي القطط ما تطلبهاش، يبقى هو يطلبها بقى. والله يا شباب لو اكيد البيتزا ممكن يطلع فيها ايرور يعني. لا كده كبيعة بيتزا وهي طف. ماشي
وكده نحسوها على فلفل حلو بدون صلصة. ماشي كويس. فلفل حلو. ماشي ماشي. فلفل حلو بدون صلصة. اعتقد كده انا ضفت المكونات يعني. حلو والله البيتزا شكلها كده حلو. شكلها صح يعني. كويس. وريني وصفة. ماشي. اذا كان ماشي حلو عجبتها كده تمام زي الفل كده يا شباب. ايه كمان بقى؟ واو يا إلهي ليس معي المبلغ الكافي، هل توافق؟ لا تستحق المحاولة. تمام ماشي. هذا الرجل محق. البيتزا سوبريم تبدو أفضل من الصلصة الطماطم، لكنني ما زلت أحب فص الثوم اللحوم عن كل شيء. آخر فهمتكش. أقسم بالله. تمام ما فهمتوش خالص. ماشي. وعايز لحوم بس أهم حاجة، فهنحط له ده كده. وعايز أي حاجة تانية. بيتزا مش عارف ايه صلصة لكن ماشي. هو تقريبا مش عايز صلصة. تقريبا هو مش عايز صلصة بس أنا حطيت صلصة ليه؟ يجب وضع فلتر أكثر ماشي. كومبو ايه؟ ايه ده؟ طب والله ده حطيلك كل حاجة بقى اقسم بالله، عشان هتقولي اين الفلتر بعديها بعد ما اخلص وهتقولي ايه. ماشي. وهحطلك بصل عشان تقليل ادب. تمام. وهحطله الزيتون. فين؟ حطيته الزيتون خلاص. حط البتنجان. هيقول لي ليه البتنجان؟ صح هيقول لي اي حاجه. انا حطيت لك كل حاجه عندي في المحل. بيتزا بص مشكل اقسم بالله. تمام بهدلتك. تمام ورينا الى. تمام يعني ماشي كويس. الزبون اصنع لي بيتزا لا تقدر الا بالبتنجان. احتاج الى شراء اكبر بتنجان. ماشي. بيتزا بتنجان بس. يلا بينا كده يا معلم. يلا على الفرن. هو ايه ده يا شباب؟ انا مش عارف بس مش عارف بالظبط بس ماشي كويس. 4. انت شخص جميل. شكرا عجبته. تمام مش محتاج اقرا. تمام ورينا. انا مجرد فتاة صغيرة في العالم كبير ابحث عن شيء اكله. هل يمكنني اعداد بيتزا نباتية من اجلك؟ تمام. من اجلي؟ لا انا قريت غلط. ايوه ماشي حلو. نباتية يبقى ده وده وده كويس. وده تقول لي اين المشروم؟ اقسم بالله تقول لي اين المشروم. تعال. ماشي حلو أوي يا شباب. عملنا لها اهي البيتزا. لازم نقطعها طبعا. حلو كل الزبائن بتقطعها كده. تمام نديها البيتزا. ماشي كويس يعني بيتزا كويسة. حلو. ايه هي اليوم مش هينتهي. ماشي كويس زي الفل. فلفل حلو وصدق لكن بدون صدق. فلفل حلو وصدق. بص يا شباب. يعني انا مش عارف اتصرف ازاي مع الزبونة دي اخر زبونة معايا بتقول لي فلفل حلو وصدق لكن بدون صدق. انا عارف فقط فلفل حلو. ماشي كويس. عايزة فلفل حلو يعني انا مش عارف ايه ده. ف ماشي كويس. ماشي حلو أوي يا شباب يعني كويس كده. فقط فلفل حلو هي لقيت بلسانها. لو قالت لي أين الصدق أقسم بالله بص يا شباب هعمل قلة أدب أقسم بالله في اللعبة. تمام وريني. حلو كده. تمام وريني الزبون. صلصة جبنة هي. تمام كويس. ماشي. بس مستحيل. هتقول لي أين الصدق؟ الببروني أين الصدق؟ جامدة. تمام زي الفل كده يا شباب. حلو. إذن أن أقفل الأبواب على حق. ماشي يا عم. يلا بينا. تمام اليوم خلص اهو يا شباب. فالنهاردة عملنا أداء جامد. بص فلوس جامدة عدينا 50. ايه ده؟
يتم تعطيل عن الجزمية مع أي شراء. والله يا شباب ايه ده؟ اللوازم المستخدمة احنا ليه الأرباح بتاعتنا قليلة كده المرة دي. تمام، تركية لتنظيف البصل أخيرا. تمام، افتح الباب. تمام زي الفل. حلو يا شباب، يعني عملنا أداء جامد النهاردة الحقيقة. ايه ده؟ تمام، عملنا أداء جامد جدا النهاردة يا شباب. فشو لكم الاشتراك وشوفوا الفيديو الجاي ومع السلامة.